سمعت عن ملكة حكمت نص العالم بجمالها وعقلها، بس لحد النهاردة مفيش خريطة عارفة هي كانت فين بالظبط. بلقيس ملكة سبأ، الشخصية اللي حيرت التاريخ. اليمنيين بيقولوا دي ملكتنا ومن مأرب بدأت الحكاية، لكن الأثيوبيين عندهم رأي تاني خالص. بيقولوا دي أم الملوك بتوعنا وعرشها كان عندنا في أرض أكسوم. الحقيقة فين؟ محدش عارف يمسك طرف الخيط. اللغز مش بس في مكانها، اللغز في قوتها. ازاي ست في العصر ده قدرت تفرض سيطرتها وتخلي ذكرها محفور في الكتب السماوية كلها؟ التوراة، الإنجيل والقرآن الكريم، كل كتاب حاجة حتة من الحكاية بدأت برسالة من طير. الهدهد رجع لسيدنا سليمان بخبر عن مملكة سبأ. عندهم ملكة وليها عرش عظيم بس بيسجدوا للشمس. هنا التحدي بدأ. سليمان بعت رسالة بتهدد وبتحذر وبتدعيهم لعبادة الله وحده. بلقيس بقى كان رد فعلها إيه؟ علشان نفهم التحدي اللي واجهه نبي الله سليمان لازم نعرف أكتر عن مملكة سبأ والملكة بلقيس. الست دي ما كانتش مجرد ملكة، دي كانت ملكة لمملكة سبأ اللي بتحكم التجارة العالمية كلها. وقتها كانت مسيطرة على تجارة الذهب، وتجارة أغلى من تجارة الذهب في الوقت ده زي البخور والتوابل. كانت داهية سياسية وكانت قوة اقتصادية قبل ما العالم يعرف يعني إيه إمبراطوريات. رد بلقيس على رسالة النبي سليمان يبين إزاي هي كانت قادرة تحكم المملكة دي بحكمتها وذكائها. جمعت قادة شعبها وقومها اللي كانوا جاهزين للحرب للرد على النبي سليمان، وده كان الرأي الغالب ليهم. بس هي اختارت طريق الذكاء والحكمة، فقررت تختبر هل سليمان مجرد ملك بيطمع في السلطة والنفوذ، ولا نبي الله فعلا وبيدعو للتوحيد وعبادة الله عز وجل. بعتت هدية ذهب ومجوهرات وأغلى الهدايا مقابل السلام وتركهم في عبادتهم القديمة. وطبعا الرد صدمها لما رفض كل الهدايا دي. وهنا بلقيس عرفت إن القصة أكبر من سياسة وملوك، وقررت تروح بنفسها تشوف النبي سليمان وتفهم أكتر. وبعد رحلة استغرقت 3 شهور بلقيس تدخل القصر، تشوف الأرض تفتكرها مية، وتكشف عن ساقيها علشان ملابسها ما تتبلش. بس المفاجأة اللي صدمتها ده زجاج شفاف وتحته مية، ومن نقاء الزجاج افتكرته بحر. والصدمة الأكبر لما يحضر عرشها في لمح البصر بعد ما استغرقت هي في الرحلة 3 شهور كاملين. وهنا بلقيس تقول: رب إني ظلمت نفسي. مؤرخين كتير بيقولوا إن بلقيس هي ملكة الجنوب اللي المسيح اتكلم عنها، وعلماء الآثار في أثيوبيا لقوا هياكل عظمية مدفونة بذهب ملكي وبيدعوا إنها هي. بس علماء تانيين بيقولوا مفيش دليل واحد يربط بلقيس بمملكة أكسوم في الوقت ده. وفي اليمن الحجارة بتتكلم. معبد أوام في مملكة مأرب بيحكي عن عظمة سبأ اللي ذكرتها النقوش الأشورية. هل بلقيس لسه مدفونة تحت رمال اليمن ومستنية اللي يكتشفها؟ بلقيس مش مجرد ملكة، ده رمز للحكمة والجمال اللي لسه عايش في خيالنا. تفتكروا سرها هيتحل في يوم من الأيام، ولا هيفضل لغز غريب في التاريخ؟